اوكي الفيو صراحة مدينة صلالة، محافظة الظفار، اوكي. سلطنة عمان الحبيبة، اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واما بعد. الحمد لله الحمد لله بتوفيق من الله وامتنان منه فتحت قناتي في اليوتيوب. اول شيء من انا اخوكم طالب عبد العزيز النعمان نظر الفضة، طالب عماني الجنسية، متخرج من ثانوية حديثا، يعني مقبل على الحياة الجامعية، بس هذا كل شيء يعني. طيب ايش السؤال الثاني اللي هو الاهم؟ ايش راح اقدم في هذه القناة؟ في 3 محاور اساسية راح تكون في هذه القناة. الاولى الثانوية، عشان احسسكم بالجو كذا. بما اني قلت اني عشت هذه التجربة ومريت فيها وذقت حلوة ومرها، واعترضتني مطبات كثيرة، وتعلمت من هذه الرحلة اشياء كثيرة جدا. يعني اقدر اقول ان هذه الرحلة كانت بصراحة بدون اي مبالغة رحلة فريدة من نوعها. يعني الثانوية اخر سنة تجربة ما راح تشعر فيها ممكن حتى في الجامعة. مجتمعنا سلط الضوء على هذه المرحلة، مما جعلها مرحلة فيها ضغوط، فيها مصاعب، فيها مشقات، فيها افراح، فيها حزن. يعني هذه المرحلة بشكل عام بتدخلك في مشاعر ممتزجة. يعني في مرة راح تحس انك سعيد، مع نفس الوقت قلق. في وقت من الاوقات راح تحس انك انفجار كذا. في اوقات راح تحمد ربك انك خلصت هذه المرحلة. يعني على قد ما ان هذه المرحلة طويلة، بس بصراحة ما تحس فيها، خاصة الناس اللي اجتهدوا من قد. من النهاية الشعور اللي راح يجيك انك خلصت ثانوية والله شعور غير عن اللي لعب في هذه السنة. يعني كأنك لحظة، تخيل نفسك في هذا الموقف، تطلع بالمسرح وتاخذ شهادة متفوقين. أنا كان لي الشرف إني أكون الأول في مدرسة سعيدي بصلالة من العمانيين. ثاني شيء بإذن الله راح يكون عن الرياضة والتغذية. ما راح أعطي تطبيقات لتمارين معينة أو أقول أعمل كذا أو سوي كذا، لا. إن شاء الله راح أعطي حقائق علمية مثبتة علميا عن بعض الأغذية ورياضات، وكيف تنحف، كيف تضخم، وما إلى ذلك. أشياء كثيرة إن شاء الله لكن في الفيديوهات القادمة. وأيضا بعض المعتقدات السائدة عند كثير من الناس. وللعلم ترى هذا قبل 4 سنوات تقريبا إن شاء الله راح أتكلم عن كيف نحفت وصرت زي كذا. لكن إن شاء الله في فيديوهات قادمة، وراح تكون تحت قسم الرياضة والتغذية. وثالث وآخر شيء إن شاء الله راح يكون عن مواضيع عامة، أشياء تحدث في الوقت اللي راح أتكلم عليه إن شاء الله. أحس إن عندي وجهة نظر أبغي أتكلم عنها، وبس. هذا إن شاء الله كل شيء راح أقدمه. أتمنى ما أكون طولت عليكم. طبعا أول فيديو الانترو المقدمة، ما تتوقعوا إنه يكون
كواليتي عالي مثلا واحترافيه وكذا. ان شاء الله راح اعمل على قد ما اقدر. الجزء اللي تكلمت فيه عن الثانويه ممكن تكون الجوده يعني مش موضحه على وجهي، لكن حسيت انه حرام ما احذفها لان تكلمت من قلبي شويه. فهذا الكل اللي كان عندنا اليوم. من فترة أحاول أفكر إيش تكون الخاتمة. المهم أريوس. لحظة كان نسيت شي صح؟ لا تنسي اللايك، سبسكرايب، كومنت، شير. يس أخيرا قلتها.